مروان حمدي المشطب طلع في فيديو بعد ماتش الاهلي وبيراميدز بيسب ويشتم جمهور الاهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون، وان شاء الله مجلس ادارة الاهلي بقيادة الخطيب هيجيب حق الجمهور واحنا واثقين في ده. ولكن تعالى اوريك تاريخ مروان حمدي ده عبارة عن ايه. فرص ضحك ضايعه، لا يسجل في المرمى الخالي لان الخال والد حرفيا. مهاجم امكانياته محدوده جدا، وموسم انفجاره سجل فيه 15 هدف في الدوري المصري. استمتع كده بمروان الظاهره وهو بيداعب كره القدم وبيضيع اسهل اهداف في تاريخ الدوري تقريبا بطريقه مضحكه جدا. يعني مثلا الكوره دي، هو مفروض مهاجم طويل مميز في ضربات الراس. اتفرج على تعامله مع فرصه سهله كانت لازم تبقى جول مع منتخب مصر قدام منتخب السنغال، ودي فرصه مع الزمالك لو جبت ابن اختي هيسجلها. الحارس واقع، الكوره في 6 يارد، محدش ضاغط عليه خالص تماما، عندك كله مقاومات، بس عشان انت مهاجم ربع لبه مش نص لبه ضيعت على فريقك فرصه اسهل هدف ممكن يتسجل. ومعانا كورة تانية كوميدية مع منتخب مصر برضو قدام منتخب تونس. استلم لوحده خالص والكورة خدمته رغم الاستلام السيء جدا للاعب ما عندوش اساسيات الكورة اصلا، وخبطت في الحارس اتعدلت له. شوف بقى، راح مطلع روح سعيد قاقا اللي جواه وشايط الهوا. ما شاء الله عليك، يعني اسطورة لن تعوض يا مروان. تعالى انت رحت فين؟ لسه بدري. وكورة تاني مع بيراميدز 6 يارد لوحده خالص من غير اي ضغط ولا اي مدافع ولا اي حد، وبرضه يحطها في السماء. حاجة كده نجم عالمي يا مروان، ما شاء الله هتتحسد من كتر اللي انت بتعمله في الملعب. بسم الله ما شاء الله. هو في حيطه كمان؟ ودي اغرب فرصه هتشوفها النهارده، الجول فاضي بعد ما رمضان صبحي عمل كل حاجه في الكوره. اقسم بالله الجول فاضي خالص، ولكن زي ما وضحنا في اول الفيديو ان مروان لا يسجل في المرمى الخال لان الخال والد. ارقام الاسطوره مروان حمدي في 7 مواسم تقريبا لعبهم في الدوري المصري مسجل 36 هدف. تخيل ان لعيب مهاجم لعب بقى في النصر ولعب في دجله ولعب في الزمالك ولعب في بيراميدز ولعب في المصري، مسجل 36 هدف طول تاريخه او طول ال7 مواسم. ظاهره عندها 28 سنه. موسم الانفجار بتاعه سجل 15 هدف في موسم واحد، وده كان اكبر عدد اهداف وصل له في موسم واحد. دي الظاهرة مروان حمدي، الظاهرة اللي احنا شايفينه بيضيع كور، وده جزء صغير على فكرة، مش كل الفرص اللي هو ضيعها، جزء صغير من الفرص. النادي الاهلي رفض اعتذار مروان اللي طلعه امبارح ورجع ورا طبعا عشان هيتعاقب على اللي هو عمله، زي ما بيراميدز رفض اعتذار حسين الشحات على اللي عمله مع الشيبي. ورغم كده الشيبي برضو اخد حقه ورفع قضية وعمل، وبرضو رد في الملعب بقلة ادب، ومستنيين برضو الرد على الشيبي من لجنة المسابقات ومن اتحاد الكورة. والنادي الاهلي مش هيسكت على حق جمهوره زي ما بيحصل دايما، زي ما رجع الفلوس بعد حركة ممدوح عيد الغريبة بتاعت التذاكر. وهنا كنت بوضح الظاهرة مروان حمدي عامل ازاي ومستواه واداؤه عامل ازاي، فعشان كده هو مش ظاهر في الملعب، فعايز يظهر وياخد اللقطة، بس مش على حساب جمهور الاهلي يا مروان، عشان جمهور الاهلي تقيل. دي كانت كل حاجة عن الظاهرة مروان حمدي اللي ما بيسجلش في المرمى الخال لان الخال والد. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، وكمان تعمل كومنت وتعمل شير للفيديو عشان يوصل للناس كلها. وبس كده، سلام.